يا ناس سيبكم من الكلام الفاضي ده واذكروا ربنا. مش عايزين نضيع الوقت، عايزين نذكر ربنا. احنا مخلوقين للعبادة مش للعبث. المريد ما يضيعش وقته مع حد، لا نبص على اللي مدح ولا نبص على اللي ذم ولا نبص على اللي زعلنا. احنا يا ابني في رحلة عبادة يا اخواننا، احنا في مشوار سنجني ثماره غدا. إلا الساعة اللي هتشغل وجدانك بيها بإنسان صلي فيها مرة على النبي، صلي فيها ربنا عليك 10. محدش يستاهل، محدش يستاهل إلا اللي هيجي يوم القيامة يقول أنا لها. بالله عليك لما تكون في شدة وأهل البلد ما كلهم عارفين إنك عيان ولا واحد جه سلم عليك وتجاهلوك تماما ولا حدش عدى قال إزيك سلامات، بعد ما تقوم على حيلك كده تعرفهم تاني؟ أهو إحنا يوم القيامة كده كله هيتخلى عنك ويقول ايه؟ شايف انت مضيع وقتك مع مين؟ مع جماعه كلهم ايه؟ كلهم انانيه. نفسي ايه؟ الوحيد اللي هيدور عليك سيدنا النبي. فدور انت عليه من هنا عشان يحلولك اللقاء يوم القيامه. ما حدش هيدور عليك. ابنك اللي شاغل بالك بيه ده بكره يقول ما اعرفكش، روح 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 بعيد عني، نفسي. بنتك يوم يفر المرء من ايه؟ وامي وايه؟ وكله هيجري منك. مين اللي هيجري يدور عليك ويقول تعال انا لها؟ يبقى اسمعناش غيره وعايشين في نور وخير وخلينا مع سيدنا النبي. سيدنا جبريل كل ما يطرق باب يقولون له ايه؟ من؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ كنت بعقب على شرح حديث اقول لهم طب هو كلمه جبريل ما تفتحش؟ يعني لما يقول جبريل ما خلاص معاه مين؟ ما معوش مين؟ اكيد مأذون يفتحوا له. لا، يقولوا له ومن معك؟ فيقول محمد. ها؟ يقول ايه؟ يقولوا اهل السماء الاولى ايه؟ او قد بعث اليه. فيقول سيدنا جبريل ايه عليه السلام؟ ها؟ نعم قد ارسل اليه. يردوا بقى الجماعة بتوع السماء الأولى يقولوا إيه؟ ها؟ يفرحوا بيه إزاي؟ يقولوا إيه؟ يا مرحبا نعم المجيء جاء. يقرأ الراجل اللي ما تعلمش على إيد أهل المحبة يا مرحبا نعم المجيء جاء، والودن تاخدها كده ما تحسهاش. يقرأ أهل المحبة إزاي؟ يا مرحبا. كل أهل السماء مملكة من ممالك الوجود بقيادة سيدنا آدم وهو رئيس هذه الدائرة يطلعوا يستقبلوا سيدنا النبي. هم بيقولوا إيه؟ ده في صحيح البخاري يا مرحبا نعم المجيء جاء. مين اللي كان بيستقبلوا بالكلمات الجميلة دي؟ أهل السماء الأولى. بس قالوا لما طلع الثانية عملوا معاه كده، ولما طلع الثالثة ويقرأ الحديث وراجع، وكل السبع سماوات قالوا كده. ايوه قالوا كده. عشان كده قلت ايه؟ تاقت له الرسل الكرام فهللوا نشتاق طه يا جليل نراه. فتجمعوا بالقدس ليلة وصلهم حضر الحبيب فسبحوا مولاه. يا مرحبا بالمصطفى شرفت كوكبنا وراق علاه. شرفت كوكبنا وراق علاه. وانت فاكرين ان الاسراء ان المعراج كان علشان يطلع السماوات؟ لا، كان عشان تطلع السماوات اليه. عرج بالسماوات فيه، لكن معراجه كان الى الله. فهمنا؟ انما عرجت السماوات به الى الله، وعرج كل سماء واهلها بالنبي إلى الله، إذ أنهم لما صلوا عليه صلى عليهم ربنا. في فرق بين الحقيقة المحمدية والحضرة المحمدية. إيه الحضرة المحمدية؟ الحضرة المحمدية منذ الميلاد إلى الانتقال، دي اسمها الحضرة المحمدية. حضرة لعالمنا من ساعة ما اتولد لحد ما إيه؟ ما انتقل صلى الله عليه وسلم، وهو حي فينا. طيب أمال إيه الحقيقة المحمدية؟ مذ قال لها كوني فكانت محمدة، وهي الآن على ما عليه كان. المجيء الأول هو المجيء الأزلي. قد جاءكم من الله نور وكتاب.
ادي اول حاجة، ان هذا النور نور ذاتي. الثانية انه من الله، ان النور ده منين؟ من الله. الحاجة الثالثة ايه؟ ان النور والكتاب سيدنا النبي. ان النور والكتاب ايه؟ هذه الآية تتكلم عن ترجمان الحقيقة المحض، عن ترجمان. إذا جمعت بين النور والكتاب في شخص نبي يبقى دي الحقيقة المحضة. يبقى هذه الآية تتكلم عن الحقيقة المحمدية في أزليتها، من أزليتها. الحقيقة المحمدية والحضرة المحمدية في 4 آيات. الحقيقة المحمدية أزلا، الحقيقة المحمدية أزلا قالت عنها آية: قد جاءكم من الله نور وكتاب. إيه قاعدين مستنين خبر عاجل، نبأ عاجل، ايه الحكايه؟ هيتولد سيدنا النبي، ربنا راح قال ايه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. المجيء الثاني. كم مجيء؟ 4. الثانيه بيقول فيها ايه؟ ده اسمه ايه بقى؟ الحضرة المحمدية شرعا. الحاضرة المحمدية شرعا، الشريعة هتبدأ معانا، لأن الله هنا نعته بنعت الرسولية، عشان ده بيتكلم هنا عن الشريعة، عشان في شرع. رسالة بقى يعني واجبات، وافعل ولا تفعل، تكليف وكده. التكاليف الشرعية المرعية بنور النبي. ماشي يا جماعة؟ طيب، وهذه الآية بما تقتضي؟ لقد جاءكم رسول من ايه؟ من أنفسكم، ما فرقناش عنه. إنا سنلقي عليك قولا ثقل. ذلك التكليف يخففه تلطيف تشريف من أنفسكم، فيبقى رسول. يعني ايه؟ يعني افعل وأمر وقم بالليل وأصلي في النهار، ده تكليف يلطفه تشريف من أنفسكم، ليلطف التكليف بالتشريف. وهذه الحكاية عن الحقيقة المحمدية شرعا، الحضرة المحمدية شرعا. 2 بقى يا أولاد، 3 بقى إحنا اللي هنروح له، عشان هو جانا مرتين كده. هو جانا كم مرة يا أولاد دلوقتي؟ قولهم لي يا ابني. قد جاءكم. الأولانية قد ما فيهاش لام، والثانية لقد عشان ما حدش هيصدق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيه؟ ما يقول جاءوني أنا. هذه بقى نسميها الحضرة المحمدية حقيقة. يبقى الثالثة جاءكم رسول، يبقى الحضرة المحمدية شرعا. الحضرة المحمدية حقيقة جاءوك، مع ان هنا المفروض ان انا رايح للنبي. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بيدللك على الوسيله والتوسل والشغل اللي بينكر ده. ايه؟ لوجدوا الله. لوجدوا الله. نهار ابيض اروح للنبي لا الله. ايوه يا ابني صدقت كده تلقى الله. الله الله يا سيدي. هديه المعرفه دي ايه يا اولاد؟ هنا بقى في الباب الرابع فيه هديه، ما حدش يروح للنبي يرجع من غير هديه. سيدنا النبي لا، يقول له ايه بقى؟ اللي يصدق كده ربنا يقول له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الجماعة اللي ملخبطين جاءوك استغفروا غفر لهم ولقوا ربنا. الجماعة المنورين لما يقول لك سلم لي عليهم فقل سلام عليكم. لما تروح لسيدنا النبي اللي هيسلم عليك: الله والذي سيبلغ روحك السلام سيدنا رسول الله. افهم يا ابني، افهم افهم افهم. ويا بخت اللي عارف. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ايه؟ ايه؟ ما كان قال جاءوني يعني جاءوك لأنك نائب عن الحق في الخلق فاستغفروا الله. يبقى نروح هناك نستغفر الله. طيب، وقال ايه؟
قال له خلي بالك يا ابني لحسن تروح هناك تمسك سبحتك تعمل بيها على النبي شيخ ترجع من حيث أتيت. امال نعمل ايه؟ قال تستنى لما يستغفر لك. هو انت رايح تعد الجمايل عليهم؟ جاءوك فاستغفروا الله، ما فتحتش لسه. واستغفر لهم الرسول ليعلم كل طالب على الباب أن للباب مفتاح يفتح. اللي عايز الله يستغفر ويفهم أن استغفاره في حضرة الرسول لن يفتح له الباب إلا إذا استغفر له الرسول. حقيقة المحمدية حقيقة، الحقيقة المحمدية أزل، الحضرة المحمدية شريعة، الحضرة المحمدية حقيقة، الحقيقة المحمدية فضلا. إيدك أنت اللي بيعناهم بيها. يا سلام على العظمة يا أولاد. الأخيرة بقى الحقيقة المحمدية خلافة. يقول واعلموا أن فيكم هنا بقى ما جالكوش ده ايه بقى الحكايه؟ حصل ايه؟ حصل من كتر عشره القوم واجتماعنا بهم في اليقظه والنوم صارت مظاهرنا مجال اوصافهم في مقام التحقق الوراثه المحمديه. لا تحزن. نعم ان الله هم كام لغايه دلوقتي؟ مش لو كان واحد كان قال معي إن الله إيه؟ وما ربنا يقول فأنزل الله سكينته عليه. على مين فيهم؟ على الاثنين، ما هم واحد. لبس سيدنا أبو بكر توبه لما قال له إن الله إيه؟ دخلوا معاه، فاللي معاه ربنا ما بيعد. إن الله إيه؟ أصبح إن الله معنى يقول لك فأنزل الله سكينته عليه. على كم واحد؟ على واحد. قال لا تحزن إيه؟ إن الله إيه؟ فعاملهم الحق على أنهم واحد، فقال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ادي الشغل بقى ده. يبقى لما